ما تخرجوش يا جوارديولا، ما تخرجوش يا جوارديولا. لا نقدر على التعليق بعده، لا يمكننا الكلام بعده، لا يمكننا الحديث بعده. اين سأجد المفردات بعده؟ اين ستخرج الالفاظ بعده؟ كيف ستكون الكلمات بعده؟ اي قاموس بعده؟ اي نواميس بعده؟ اي كورة بعدك يا ولد التانجو؟ الثالث كبير، الثالث مثير. جوارديولا ما هذا الولد الخطير. ميسي سيتكلم. الله يا ابن الارجنتين، الله ايها الكبير، الله على الساحر المثير. من اين لك بهذا؟ من اين جئت بهذا؟ من اين يا ابن البلاد الفضيه بهذه القدم الذهبيه كانها اسطوره افريقيه؟ اكتب يا برشلونيه. ليو يفتح باب التسجيل، فتجدني بين منطقين، بين منطق سيف لما يقول علق وصفق، وبين كلام الدراجي عندما يقول أوب 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 أوب. أنا بينهما في الوسط يقول كما أنت كبير يا راقص التانجو، كما أنت كبير يا ابن الأرجنتين. سيسجل بطريقة عالمية، بطريقة عالمية ابن العالمية. الله يا الله يا ميسي، هاتريك في الشوط، هاتريك في الشوط. كم لك من هاتريك، كم سجلت من سوبر هاتريك. ما هذا يا ولد، ما هذا يا أسطورة، ما هذا يا تاريخ. الآن وأكد كلام البابليورو، في 22 سنة كنا مختلفين، في 22 سنة لم أكن مثل ليو ميسي، في 22 عام لم أكن مثله. إنه رهيب، إنه خطير، إنه المثير. صفق لليونيل، صفق لليونيل، قم لليونيل وفي التبجيل. مش ممكن يا كبير، مش ممكن يا ميسي. هاتريك لليو، هاتريك لليو. بأي طريقة تلعب، بأي مكان أنت، بأي زمان موجود، ليو ميسي رجل هذا العصر، رجل 2010 وبرشلونة. ما عليه خوف طالما ميسي، طالما ميسي يتنفس الهواء. ما عليه خوف يا جوارديولا طالما يشم راسه الهواء. ليونيل ميسي يتألق ويتقدم ويسجل هدف ثاني. ماركة ليونيل ميسي، ماركة ليونيل ميسي. والله ما عنده حق الوالد لما انزعل على عند المولود الثالث ولد. شوف 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 التقدم. هذه ألعابه وهذه أهدافه وهذه كراته. والهدف الثاني خير دليل على الموهبة الكبيرة جدا للأسطورة ليونيل ميسي. يتقدم واثق الخطوة ويضع الكرة بهذه الصورة. الرقم 10 الذي كان على ظهر مارادونا في برشلونة. السوبر هاتريك، هي الدبل بدل راسك يمين، حول راسك يسار، اعطيني ودنك، هات انفك، هات قدمك، هات ساقيك. مش ممكن ساقيك لن تترك في برشلونة ابدا. ستكون سجين في كاتالونيا، سينصب لك التمثال في قلب النيو كامب. شوف الهدف الرابع، شوف ماذا يفعل، شوف ماذا يصنع، شوف كيف يمر، شوف كيف يراوغ، شوف كيف يدون، شوف كيف يصر، شوف كيف يدخل الكرة بين الأقدام، شوف كيف يبدع بالأقدام، شوف كيف يفرج بلعبة الأقدام، شوف كيف يسجل بالأقدام، شوف كيف يكتب الزمان، كيف يكتب اسمه بين الأسماء، كيف يخلد اسمه مع الأسماء، كيف يسجل ويفرح، كيف يفرح ويجري، كيف يجري وينطلق، كيف ينطلق ليبتسم، كيف يبتسم ليضحك. منتي والله يا ليو، هبلتني يا ابن الأرجنتين. سجل 4 أهداف في الشامبيونز ليج، سجل 4 أهداف في أرسنال. ماذا عساي نقول؟ لا نقول شيء لأني لم أجد تلك الكلمات. امنحني إلى كأس العالم، امنحني الله الإمكانية للحياة هذه الشهور يا ميسي. سأجد لك لقب، سأجد لك لقب يا ابن الأرجنتين. بيني وبينك رهان، بيني وبينك تحدي، سأجده وانجح فيه إن شاء الله. سأبحث لك عن اسم، والله لو راجعت اللغة الهيروغليفية واللغة الفينيقية واللغة الآشورية واللغة البابلية واللغة المسمارية، سأجد لك كلمة، سأجد لك لفظ، سأجد لك عنوان. يا لاعب بدون عنوان، بدون ألوان، بدون أسماء. يا ليو
يا ولد يا ميسي يا ابن اللعيب يا ارجنتيني. فراس يحطها قدام ليو، واللي يحطها قدام ليو يخسر، اللي يحطها قدام ميسي يخسر. ميسي 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 وانت ميسي، ميسي وستبقى ميسي. عنه كلمني، عنه حدثني، عنه ارويلي، احكي لي. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. رابع الاهداف من كبير الهدافين، رابع الاهداف من ملك الهدافين. اي فيزيون اي تكنيك، اي لاعب اي اسطوره. نعم هو الفيرو مارافيا، هو العجوبة الحقيقة، هو العجوبة الثامنة. قالوا تتكلم عنه كثيرا، وماذا تريدونني أن أفعل؟ ماذا أنا فاعل وأنا معلق وتأتيني الفرصة لأعلق وأتكلم؟ ميسي افضل لاعب كرة قدم على المستوى الشخصي، يعني لاعب افضل لاعب كرة قدم في العالم وافضل نادي في العالم، والكل يتمنى ان يكون بجوار هذا اللاعب الداهية ميسي. هو درب النداء، هو سهام العداء، جوهر يا ناس، يقود معدن فريد، اصل الفن ميسي، جنون الكرة ليو في الاستعراض وحده. الارجنتيني يا عيني، ابن الارجنتين، عشاقه والله بالملايين. يبدع يبهر، يسحر في الجنون فنون، والله فلتة زمنية بنسخة قريبة من المارادونية. أصل الحكاية أرجنتينية، بداها مارادونا وأنهاها ميسي. شوف اليسارية، شوف اليسارية قادمة من ملعب المونيمونتال، من ملعب البومبونيرا، وقنبلة مدوية تسكن الشباك الدنماركية بأقدام ذهبية أرجنتينية.